ايه برضه بتعملي في دماغك من ورايا؟ يا محمد دي حريه شخصيه، ده الرحم بتاعي مش بتاعك، وانا قلت لك ان انا عايزه اخلف وابقى ام. مفيش حاجه اسمها الرحم بتاعك مش بتاعي، الرحم ده بتاعنا احنا الاثنين، واحنا الاثنين متفقين. بيقول لها الرحم بتاعك مش بتاعي ولا بتاعنا احنا الاتنين. كلنا ضحكنا والناس اتصدمت، بس الفكرة ان الكلمة دي فيها وعي كبير جدا. فكرة ولا في الحمل ولا في الجملة نفسها، بس العلاقة لما بتبقى حقيقية لازم كل حاجة فيها تبقى مشتركة، مش قرار واحد لوحده ولا صوت مين اعلى من صوت التاني. عشان الشراكة الحقيقية يعني نسمع بعض، نتكلم سوا ونفكر سوا. الشراكة مش معناها بان انا بساعدك بقد ايه في البيت او ان انا على فكرة بدفع جزء من المصاريف. الشراكة يعني ان احنا شركاء في التجربة نفسها، التحديات وفي التعب وفي القرارات اللي تخصنا احنا الاتنين. حتى جسمنا كزوجين مش ملك فرد، ده مساحة فيها احترام وحب ومشاركة في القرار. لما نبدأ ان احنا نعيش على مبدأ احنا شركاء بجد، نكتشف ان الحب مش بس مشاعر، ده وعي ومسؤولية واحترام متبادل. كلنا محتاجين نفتكر دايما ان الشراكة مش ملكية، دي مشاركة فيها صوتين بيسمعوا بعض. احنا شركاء مش متنافسين.